معرفش بالظبط ايه اللي حصل لصينيه الرقاق وانا بسويها. تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل وازاي حولتها من الشكل ده للشكل ده على طول، وحطيت كمان من على الوش قشطه وكان طعمها يجنن. اول حاجه بقى جبت بصل ابيض وفلفل اخضر وفرمتهم في الكبه فرم ناعم، وفي الطاسه نزلت باللحمه المفرومه، ما حطيتش معاها اي دهون لان انا اللحمه المفرومه بتاعتي كانت فيها نسبه دهون محترمه. اول ما ابتدت تاخد لون ابتديت ان انا اقلبها على طول، وبعد كده بقى نزلت بالبصل والفلفل الاخضر على طول، وابتديت ان انا اقلبهم كويس جدا مع اللحمه. قلت بقى بملح وفلفل اسود، بهارات لحمه او 7 بهارات ورشه من القرفه، وقلبتهم تاني مع بعض. وبعد كده زودت كده نص كوبايه من الميه، غطيت عليها وسبتها تستوي، وكده بقت جاهزه معايا. ركزوا بقى هنا عشان هنا في تريك مهم. حطيت 3 معالق كبار من السمنه، علبه من كريمه الخفق، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض، وده الخليط اللي انا هدهن بيه الرقاق. دول بقى كوبايتين من الشوربه عليهم كوبايه من اللبن. وعايزه اقول لكم الميكس ده خطير جدا. بقى الصينيه اللي هحط فيها الرقاق ان انا ادهنها كويس جدا بالسمنه، حلوه قوي على قد ما تقدروا من كل الجوانب. نزلت بقى اول رقاق في الشوربه كده، انا بغطسها على طول واطلعها، وبعد كده بقى بحطها في الصينيه وبدهنها بالخليط اللي احنا عملناه. قررت الموضوع لحد ما خلصت نص كميه الرقاق، اللي هو عملت 4 أو 5 رقاقات بالظبط في الاول. كده بقى حطيت اللحمه المفرومه فردتها كويس وضغطتها، وابتديت بقى ان انا اغطي باقي الرقاق. عملت برده حوالي 4 أو 5 رقاق. وللتسويه بقى انا بسويه يا جماعه على البوتاجاز، بس انا للاسف نسيته، فعلشان كده اخد لون معايا وكانت النار عاليه، ما خدتش بالي ان انا ما وطيتش عليها. لازم النار تبقى هاديه او وسط لحد ما كده ما يبتدي يتحرك من الارضيه، وبعد كده احطه بقى في صينيه تاني تكون نفس المقاس او اكبر شويه زي ما انتم شايفين. خلصت بقى تسويه للناحيتين، الناحيه التانيه الحمد لله كانت كويسه. لفتها بقى على طول في طبق التقديم، ويا جماعه مش عايزه اقول لكم ده اخطر رقاق هتجربوه في حياتكم. حطيت قشطه من على الوش، الرقاق مورق واللحمه ما خرجتش منه زي ما انتم شايفين، وطعمه كان يجنن. جربوه ومستنيه رايكم.